هلا وهلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. اليوم سويت لكم حلا ولا غلطة، طعمه يجنن، كلش طيب وبارد ويسرسح على القلب. عبارة عن طبقات، طبقة اطيب واحلى من الثانية، فشي بارد ويسرسح على القلب. لازم تجربونه. حبيت اسميه حلا رمشة العين لان برمشة عين يخلص بدون ما تحسون بيه. هو مخلص، فشي كلش حلو وطيب. وهسه قبل لا أبدي بطريقة العمل، اشتركوا بقناتي وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. بالبداية راح أحضر الطبقة الأولى. بقدر أو طاوة صغيرة على النار راح أخلي 4 خواشيق من الشكر و3 خواشيق من الكاكاو الباودر اللي يكون غير محلى. بالنسبة لي دائما أحب أستخدم بالوصفات مالتي الكاكاو الدارك لأن كلش أحب المرورة مالته. وانتو اي شي يعجبكم او متوفر عندكم تقدرون تستخدمونه، الكاكاو الدارك او الكاكاو العادي. بعدها راح اضيف 3/4 الكوب من المي وابقى احرك بيه على النار الى ان يغلي. واول ما راح يغلي راح اضيف ربع قالب من الزبد. بعد ما يذوب الزبد اتركه دقيقتين او 3 على النار حتى يثخن عندي قوام الصوص شوية. هذا القوام اللي انا اريده مال الصوص بهذا الشكل. راح ارفعه من النار واتركه شوية يبرد. وهنا أنا عندي بسكت شاي مكسرته بإيدي بهاي الطريقة، تكون القطع مالته تكون شوية كبيرة. راح أضيف عليه الصوص اللي حضرناه بالبداية وأخلطه كل زين. أوزع الصوص على البسكت. طبعا بعد ما برد عندي الصوص شوية ضفته للبسكت. ما أريد أضيفه هو وحار حتى ما يمرد للبسكت ويصير عبارة عن عجين. أريد واضحة شكل البسكت بالحلاوة من ناكلها. أوزع الطبقة الأولى بالكاسات أو بالبايركس حسب اللي موجود عندكم وبهذا الشكل. أحضر الطبقة الثالثة الأخيرة حتى بين ما أحضر الطبقة الثانية أتركها تبرد. فهنا أنا عندي كوب ونص من الحليب، راح أضيف له ربع قالب من الزبد. بالفيديو ما واضحة المقادير، أنا الكميات بعدها ضاعفتهم، فراح أرفعهم على النار إلى أن يغلي عندي الحليب. بعد ما يغلي راح أضيف 3/4 الكوب من الكاكاو النستلة مكسرته كلش ناعم، وإذا عندكم الكاكاو الحبيبات يكون أفضل بعد. راح أضيفها للحليب هو وحار وأتركهم بين ما أحضر الطبقة الثانية. عندي ظرف واحد من الكريم شانتيه راح أضيف له نص كوب حليب بارد وأخلطه بالخلاط كل زين إلى أن يسخن عندي قوام الكريم شانتيه. وأول ما يتقل عندي قوام الكريم شانتيه راح أضيف له ظرف واحد من الكابتشينو، هاي النوعية اللي استخدمتها أني. أضيف عليهم باكيت واحد صغير من الجيمر وعندي 12 قطعة من البسكت ويا خاشوقة كاكاو باودر طحنتهم بالطاحونة. البسكت نفسه اللي استخدمته بأول طبقة. أضيفهم كلهم للكريمة وأخلطهم كل زين. وإذا لاحظت إنه القوام الكريمة شوية ثقيل راح أضيف مي شوي بالتدريج أو حليب. هذا قوام الكريمة اللي أنا أريده، وبهالشكل كملت عندي الطبقة الثانية. الطبقة الأخيرة بعد ما تركناها حتى يذوب عندي الكاكاو راح أحركها كل زين باستمرار مدة 5 دقائق. بالنسبة إلي لاحظت إن قوامها شوي خفيف فرجعتها شوية على النار بس مجرد دقائق حتى يثقل عندي شوية الصوص. هنا رجعت أرتب الطبقات بعد ما كملت الطبقة الثانية والثالثة الأخيرة بهالشكل، طبقة كريمة، طبقة الجناش أو الصوص الكاكاو. بالبداية طبقة الكريمة وطبقة الصوص راح أضيفهم بدون ما أرتبهم، بس الطبقة الأخيرة بعد ما أضيفها راح أرتبها حتى يترتب عندي وجه الكاسات بالأخير. وأبقى أسوي بالطبقات إلى أن تخلص عندي الكمية كليتها بهذا الشكل. مثل ما ذكرت لكم هنا الطبقة الأخيرة راح أرتبها حتى يطلع شكل الكاسة حلو ومرتب بهذا الشكل. راح أدخله للثلاجة مدة ليلة كاملة أو أقل شي 2 إلى 4 ساعات. بعدها راح أطلعه وأقدمه.
طعمه كلش طيب، بارد ويسرسح على القلب، لازم تجربونه. ومثل ما قلت لكم راح أسميه حلا رمشة العين، لأن برمشة عين يخلص، إشقد ما طيب وحلو. واللي هنا انتهى الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة، وتشاركون الفيديو يا أهلكم ويا أصدقائكم. شكرا حبايب. The black widow, the female spider. She eats her husband after mating. She extracts monsters after slugs. But what if he eats a dog?